تعالى بقى نخش ايه في الحتة اللي فيها لبش شويتين تلاتة. بص، اللي يجيب عربية فابريكا على الصاج وهي سليمة ده في منتهى الغباء. بس بلاقي بقى ان هم سرحوا في الموضوع. ودي مش ميزة خالص على فكرة. يعني هو راح جايب العربية كلها على الصاج. انا كده بضر العميل مش بنفعه. الجزئية اللي تهم الناس قوي في موضوع الغش في الرش والسمكرة ده، الجزئية بتاعت انا رايح اشتري عربية مستعملة وعايز اعرف العربية دي مرشوشة ولا لا. لان اللي بيلزق العربية عشان يرشها ده بيلزقها من تحت القايم بشوية. لان انت هتخسر فلوس كتير جدا بالطريقة دي، ان انا كده اولا بطير طبقة العزل بتاعة العربية. وانت هتقعد تحاسب على المشاريب بتاع الكلام ده كله. الفني هيبقى عارف ان هي مرشوشة. ما عندهمش مراكز ولا حاجة، يعني تكلمه بالتليفون هو يجي لك. ده فاشل وبيضحك عليك بسهولة جدا فيه. اه، في ناس كانوا ماشيين في الشارع كده وعمالين يضحكوا على صف العربيات اللي مرشوش. ممكن تعملها برضو بمزيل، بس هتاخد معاك وقت كبير قوي اول ما تعمل يعني. القلم ابو مغناطيس ده انا عارف ان ده فاشل. فتلاقي واصله معاك لحد 140 ميكرون عربية فابريكا. المراكز دلوقتي كلها بتتفاخر وبتتباهى ان انا هرش العربيه واسمكرها والحمها واقسمها لك نصين وانت مش هتعرف. بس برضو مش معنى كده ان انا خارق. جايب الفليتو وعمال يرسم رسمه الفليتو. ساحر. جايب استيكه قلم رصاص وعمال يعمل مطرح الذنب. زمان لما كنت بتغير نص كان في فواصل طبيعيه للنص انت عارفها. اللي هو لما يروح في الفحص بتاع المرور يقول له لا العربيه دي مش صالحه وروح دخلها لجنه والجو ده.